لعينه الكوفة. اسمع، واللي يقول الكوفة خانت هذا بد ما عنده ذمة. كوفة حبيب وعوسجة، كوفة حبيب كوفة حبيب بحب كربلاء متوحجة من هالزليم متخرجة. التنتخي وبكل ملمة. ارفع ايدك انا وياك نعيده وهاي رسالة. كل انصار حسين من كوفة حيدر. عيده. كل الحب والتقدير الى الحاج باسم الكربلائي، بس اليوم احنا انتقادنا راح يكون انتقاد بناء، هو فقط عن الشعر. فباسم الكربلاء تاج وعراس ومدرسة كبيرة، بس اليوم احنا ردنا على هذه القصيدة. هاي القصيدة اخوان، البعض من الناس قاعد يقولون معقول اهل النجف انتم ما استلمتوا انه هاي القصيدة يحكي على ذاك الوقت؟ فعلا القصيدة تحكي بذاك الوقت، بس ربطوا وياها امور تتحدث بكل زمان. راح تقول لي شلون؟ الكوفة مو امينة وطينتهم لعينة. الطين تتغير؟ لا ما تتغير، القاع نفس ما هي، قاع الكوفة نفس ما هي. فهاي قاع امير المؤمنين، قاع المختار مسلم بن عقيل. فجميع الأئمة وجميع الأنبياء اللي عاشوا بهذه التربة المقدسة هي الكوفة. فهنا كان ردنا على هذه القصيدة، وتحياتنا إلى الحاج باسم الكربلائي. فرسالتي واحدة فقط، أنا أتمنى يعني للحاج باسم الكربلائي، وأتمنى هذا يوصل مقطع إلى الحاج باسم الكربلائي. أتمنى يرجع باسم الكربلائي إلى القديم، إلى شعر جابر الكاظمي، ويعوف بعض الشعراء، ولو أنه هاي تدخل من عندي، بس من باب المحبة. لأن اليوم من نسمع الشعر مرات عند حاج باسم الكربلائي أكو أغلاط بالمفردة، ماكو تركيز عليها. وإنما الأديب جابر الكاظمي لا، إنسان مثقف ويحسب الكلمة 1000 حساب.